انا موجود عشان ابني كان داخل امتحان. داخل امتحان. طب تعالوا بره يا جماعه عشان طب الشباب ممكن نسمع تسمع. صوت ابن حضرتك؟ ممكن سمعنا صوت؟ شايف نسمع ازاي؟ يغني. طول عمر قلبك ده غالي علينا، ويا ما روحنا معاك وجينا وشلنا حبك في رموش عينينا. طول عمر قلبك ده غالي علينا، ويا ما روحنا معاك وجينا. طب مش هنسمع لا، صوتك لا، انت؟ لا، طيب لا، لا، صوتك انت طيب. ممكن تسمح ليه يغني مهرجانات او حاجه او لا، حاجات لا، لا، من دي؟ لا، لا، لا. تبعدوا عن الحاجات دي. ليه طيب؟ مهرجانات ايه؟ هو مغنى مهرجان؟ لما حضرتك ممكن تغني مع عمر كمال او غنيت مع مسلم. انا مع عمر كمال، انا اللي موظف الموضوع، ضيعنا اغنيه شعب. طب بالنسبه لمسلم ما غنيت معاه برضه؟ برضه اغنيه شعب. طب اغنيه شايف سمير غانم خليتها شعب، وكل سابه خليتها شعب، كلهم خليتهم شعب. شايف ازاي عايزين- قرارات النقيب الاستاذ مصطفى كامل الفتره الاخيره واخد اجراءات حاسمه ضد بعض المطربين بسبب ماسك موبايل الفاظ كده. وده الاحسن، ده الاحسن. يعني شفنا ظبط ناس وربط. بتطلع تقول الفاظ كتير في الاغاني، شفنا ناس كتير بتطلع تقول الفاظ خارجه في الاغاني. والله الالفاظ بقى هو كفيل بيها. وبعدين الاستاذ مصطفى كامل منع الكلام ده كله، الاسفاف هو منع ده كله. يعني حضرتك مع قرار الاستاذ مصطفى كامل؟ طبعا طبعا. مصطفى كامل روق النقابه ونظف النقابه وعمل حاجات كويسه، وخلى اللي ما مش عضو بقى عضو، وخلى الناس تنتخب كده يعني. اخبار كتير انتشرت ان في مشكله بينك وبين عمر كمال بسبب اغنيه السخان. لا كده انت بقى بتعملي بقى اي شغل. لا ليه؟ لا لا كده انت كدابه. ليه؟ كده لا في مشكله بينه وبين الراجل وبتاع ايه، عايزه تعملي ايه؟ ترند؟ انت هتألفي؟ طب عايزين تقع نسمع مع حته. مين انت جاي تقع مع واحد خبره 45 سنه؟ لا. تقعين انا في ده اسمه كلام. لو عباس حموده هيمسك النقابه في يوم من الايام، ايه القرارات اللي هيضيفها بعد مصطفى لا، ما كامل او ايه يمسكش القرارات؟ النقابة. عمرك ما تمسك النقابه عشان تاني؟ شغل. ممكن ناخده بره شويه عشان الشبكه. النقابه هتعطلني عن شغل. انا ما طب بمسكش عايزين- النقابه. النقابه تعطلك عن شغلك؟ لكن انا شغلي اهم. حضرتك النهارده طب عايزين نسمع حاجه صغيره. الفتره الجايه بقى يعني انا كان اخر اوردر عندي يوم الجمعه الخميس اللي فات، كنت انا ويتس، هو في مكان وانا في مكان، واحنا الاثنين ناجحين. عايزين نعرف ابنك عمل ايه النهارده في اللجنه. الحمد لله نجح. طبعا. حضرتك طب مش بقول لك كده اكل العيش ليه؟ بس طب في ناس من الجمهور بتقول ولادك في ناس من الجمهور بتقول مثلا انك اتوسطت له او حاجه من ديت، لا هل لا لا بتساعده؟ مفيش طبعا. ما بتساعدوش. الكلام ده ما فيهوش الكلام